بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه، قناتنا على اليوتيوب دينامو الملاعب، وصفحتنا على الفيسبوك هاني عصام. دايما يشرفني ان انا اكون معاكم ونتابع كل الجديد اول باول. خلاص النادي الاهلي بيضع الرتوش الاخيره على ميركاتو الشتاء. النادي الاهلي حدد احتياجاته، المراكز اللي هو محتاج تدعيم فيها بيحاول يخلصها باسرع وقت. طبعا كان مركز الدفاع على راس اولويات النادي الاهلي، وعلى راس المراكز اللي النادي الاهلي كان عايز يدعمها. الاهلي بعد ما خلص عمرو الجزار مدافع نادي البنك الاهلي انهى الاتفاق بشكل رسمي مع هادي رياض مدافع نادي بتروجيت. تاني، الاهلي انهى الاتفاق بشكل رسمي مع هادي رياض مدافع نادي بتروجيت. الاهلي كده 2 مدافعين في يناير، عمرو الجزار وهادي رياض، وده معناه ان النادي الاهلي ما كانش راضي على مستوى خط دفاعه من بدايه الموسم. مصطفى العش خلاص راح نادي المصري البورسعيدي. انا اتكلمت في الموضوع ده. الحقيقه الاهلي كان ممكن يوفر على نفسه كم من الصفقات دي. انت جبت مصطفى العش، جبت ياسين مرعي، احمد رمضان بيكهام، جبته، ادي عمرو الجزار، ادي هادي رياض. 5 مدافعين، 5 مدافعين للنادي الاهلي في فتره قصيره. 5 مدافعين دول يتجابوا في 3 4 سنين مثلا، لكن تخيل الاهلي في الفتره القصيره دي جاب ال5 مدافعين دول. كل ده الاهلي كان ممكن يوفره على نفسه بتجديد التعاقد مع رامي ربيعه. انا من وجهه نظري احد اهم نجوم بطوله افريقيا، والنادي الاهلي كان ممكن يوفر على نفسه كل ده، يجدد للاعب، يقعده، يستفيد من خبراته. رامي ربيعه لسه قادر يدي في الملعب وبيقدم مستويات مميزه الحقيقه. واستغربت لما رامي ربيعه راح مع العين ولعبوا كاس العالم للانديه والعين ما قدمش افضل مستوياته. كان الجمهور زي ما تقول كده، بص انت مشيت من النادي الاهلي اديك رحت واتغلبت. لا يا جماعه، اللعيب رامي ربيعه لعيب قيمه كبيره جدا. الاهلي دفع فاتوره رحيل رامي ربيعه بكل اللعيبه دي. ده معناه ان النادي الاهلي عليه ان يتأنى قبل رحيل اي لاعب، قبل بيع اي لاعب. قبل ما ابيع وقبل ما امشي اتاكد ان بديله موجود. لو بديله مش موجود فبالتاكيد رحيله غير صحيح، لازم يقعد. فنادي الاهلي انهى الاتفاق على كل شيء خلاص مع هادي رياض، هينضم الى صفوف النادي الاهلي. بالمناسبه كمان الحقيقه لازم اشكر اداره ومنظومه الكوره في نادي بتروجيت على كم المواهب اللي شفناها دي. حمد حمدان، هادي رياض، توفيق محمد، اللي ناس كتير جدا وتقارير صحفيه كتير جدا اشارت ان هو مرشح للانضمام لنادي بيراميدز لتعويض محمد حمدي. وتوفيق محمد كان في كلام حواليه بخصوص الاهلي والزمالك كمان الفترات اللي فاتت. فمنظومه الكوره في نادي بتروجيت الحقيقه طلعت لنا لعيبه حلوه، ولاعيبه كوره حلوه، ولاعيبه جامده. فكل التحيه ليهم بصراحه على المستويات الحلوه دي. النادي الاهلي مكمل صفقه المهاجم. النادي الاهلي لسه مستمر فيها وضاغط بقوه، وبيحاول يخلص صفقه المهاجم في اسرع وقت. خلاص يوسف بالعمري زي ما قلنا بنسبه 100% في صفوف النادي الاهلي. يتبقى الاعلان فقط من جانب النادي الاهلي على صفقه يوسف بالعمري. لا زال ملف اليو ديانج لا زال الملف عارقا في النادي الاهلي. يوم بتسمع ان اللاعب خلاص هيجدد والاتفاق تم على كل حاجه، تنام وتصحى تاني يوم تلاقي اللاعب لا مش هيجدد، وفي عروض للعيب، واللاعب هيمشي من النادي الاهلي وممكن كمان يمشي في هناك دلوقتي مش نهايه الموسم. فملف اليو ديانج مطاط، يعني ايه؟ يعني رايح جاي. ما تقدرش تقول ان الموضوع اتحسم بنسبه 100%، وان كان النادي الاهلي اولويته حتى الان في تجديد التعاقد مع إليو ديانج، وهناك تمسك شديد ببقاء إليو ديانج. ويستور بالمدير الفني للنادي الاهلي مقتنع جدا 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 بإليو ديانج جدا. يعني لو سالت يقول لك يقعد ما يمشيش. ربما ده الامر اللي خلى النادي الاهلي في صفقه حامد حمدان رجل ورا ورجل قدام. يعني ايه؟ يعني انا لسه إليو ديانج ما مشيش، وانا لسه بحاول معاه ولسه بضغط عليه عشان يجدد واتفق معاه. فممكن لو جبت حامد حمدان انا يبقى عندي زحمه مثلا في وسط الملعب. فحقيقي لو إليو ديانج ما جددش والاهلي ضاع منه خلاص صفقه حامد حمدان، خساره كبيره جدا 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 في وسط ملعب النادي الاهلي ان انت تخسر 2 لعيبه مهمين زي دول. يعني انت لو كنت متاكد ان ديانج مش هيجدد فالاولويه والافضل ان الاهلي كان يخلص حامد حمدان، لكن 2 لعيبه مهمين زي دول يروحوا منك مره واحده. انا بالنسبه لي غلط كبير جدا.
ودايما زي ما بقول لك يكون عندك بديل 1 و2 و3 ومحدد اولوياتك، الاستراتيجيه بتاعتك مين ماشي ومين قاعد قبل ما يمشي ده يكون بديله موجود، لكن امشي وما اجيبش ده في حد ذاته غلط. بيراميدز وزي ما اكدنا وبنأكد فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز لم يجدد تعاقده مع النادي حتى الان. مايلي ينتهي عقده مع بيراميدز بنهايه الموسم. بيراميدز الهدف الاول والثاني والثالث والعاشر ليه دلوقتي يجدد التعاقد مع مايلي. مايلي عنده اكتر من عرض عربي وخليجي وبارقام كويسه جدا جدا وبارقام كبيره جدا جدا، واعلى من اللي بياخده مع بيراميدز، واعلى من العرض. خلي بالك بقى مش اللي بياخده، من العرض اللي متقدم له كمان من نادي بيراميدز دلوقتي. ده معناه ايه؟ معناه ان مايلي ممكن نشوفه اخر السنه يرحل عن بيراميدز. اعتقد ان صعب يمشي دلوقتي. بيراميدز مايلي هيكمل مع نادي بيراميدز. بيراميدز صعب يسيبه في التوقيت ده لعده اسباب. اول حاجه بيراميدز عنده بطولات ومنافسات مهمه جدا محليه وقاريه. ان انا ابيعه دلوقتي انا مش هستفيد، انا هتضرر. ده انا ممكن يكمل ويمشي معايا فريق اخر السنه بس ما يمشيش دلوقتي، وده صحيح. ليه؟ مايلي عمود اساسي وضلع اساسي في فريق بيراميدز. عشان يمشي دلوقتي لازم اعوضه بلعيب كويس في نفس الامكانيات. طيب الوقت يسمح ان انا اجيب لعيب دلوقتي في نفس الامكانيات ونفس القدرات؟ لا طبعا. خليك بص، دايما في يناير اللي بيجيب صفقه تكميليه، لكن الصفقات الاساسيه بتبقى بدايه الموسم. ده رقم واحد. رقم اتنين، الانديه الكبيره يعني على الاغلب ما بتسيبش العناصر الاساسيه بتاعتها في وسط الموسم. عشان ابيع في نهايه الموسم يبقى عندي وقت ان انا اشوف بديل، اختار، يبقى عندي مرونه، اشوف الوضع المالي بالنسبه لي ايه، اجيب ده مش هجيب ده. ده الاغلب. فعشان كده بقول لك ان فيستون مايلي على الاغلب هيكمل مع بيراميدز، لن يرحل. لكن بيراميدز طبعا نفسه يجدد للعيب باي طريقه. ليه؟ هو شايف الوضع في الاهلي والزمالك وباقي الانديه عامل ازاي، ان انت بتجيب كم اجانب فين وفين لما بتلاقي حته حلوه لعيب يكمل معاك 3 4 سنين. ده اللي عمله فيستون مايلي. فبيراميدز مش ضامن حتى ان هو لو جاب حد كويس، حد اجنبي تاني ممكن يبقى لعيب. يعني ايفرتون ده الاهلي كان من سنه ولا بتاع، كل الميديا والسوشيال بننام ونصحى الاهلي وايفرتون، ولما ما جاش جمهور الاهلي زعل جدا جدا جدا. وازاي؟ وشافوا الفيديوهات بتاعته، لعيب جامد جدا وهيكسر الدنيا وبرازيلي وبص هيطلع نار من بقه. جاء ايفرتون الى نادي بيراميدز ولم يقدم اي شيء حتى الان خالص خالص. مفيش بصمه، ما حسيتش اساسا اللعيب اللي يجي وما تحسش ان هو موجود كانها صفقه لم تتم بالظبط. ده الوضع بالنسبه لايفرتون. جه وما حسيتش ان هو عمل حاجه، يعني ما حطش بصمه قويه، ما سابش صدى لحد دلوقتي. فبيراميدز عارف كويس جدا جدا انه لو جه ومشي، ان لو جاب حد تاني ممكن ما يتركش نفس الاثر اللي عمله فيستون مايلي. ابراهيم منداي للاسف، بص كل ده كوم وقضيه نضاي. كل الارقام اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا جماعه في نادي الزمالك قضيه الفيفا مش جاي يعني جايبه $1,000,000. ما نضاي خلاص محكمه كاس صدقت على حكم الفيفا ورفضت استئناف نادي الزمالك. كام اللعيب؟ وهقول لك كام. $1,600,000. $1,600,000 حكم على نادي الزمالك. محكمة كاس خلاص الاستئناف اترفض بالنسبة لنادي الزمالك. يعني خلاص الزمالك منتظر. الزمالك بيحاول، كان كل الفترة اللي فاتت خلي بالك الزمالك القضية ضده، والزمالك عارف ان القضية ضده. يعني الموضوع ابراهيم منداي ده من زمان من ايام المجلس السابق، مش المجلس ده كمان. فكل اللي مسكوا القضيه عارفين ان موقف الزمالك ضعيف جدا، والزمالك اخطا في التعامل مع ملف ابراهيم منداي. نفسي اما لعيب يجي هيمشي اقعد احل معاك بشكل ودي، نفسخ العقد بشكل ودي بالتراضي ما بيننا وما بين بعض، بدون اي مشاكل، بدون اي ازمات. خلاص سلام عليكم وعليكم السلام. ولكن اللي حصل مع ابراهيم منداي غلط
الراجل مشي قدم شكوى، ما وصلنا بقى محكمة فيفا ومحكمة كاس، والموضوع طول والموضوع مط، وفي النهاية وفي النهاية حكم نهائي لصالح إبراهيم نضاي سيصل على نادي الزمالك ب1,600,000 دولار. زي ما بقول لك كده، المشرحة مش ناقصة قتلة. هو في يعني، أنا مش عارف، هو حجم القضايا وحجم الغرامات على نادي الزمالك ممكن مثلا عمالين يعني، حتى حل حاجة عقبال ما حاجة تيجي، حل لي حاجه عقبال ما حاجه تيجي، لكن احنا مكملين مكملين مكملين. ما انت ممكن نوصل الرقم مثلا 4 مليون دولار 3 مليون دولار، خلاص مستحيل بقى يعني اقعد مثلا سنتين ثلاثه ما اعملش صفقات. بيبقى بالنسبه لي بدل ما ادفع مستحقات لعيبه واشوف التدعيمات اللي انا عايزها والمراكز اللي انا عايزها، هبيع في لعيبتي عشان خاطر ادفع قضايا فيفا. ليه ما بيتمش الحل؟ وليه رحيل بعض اللعيبه غلط؟ ما دينا شفنا في النادي الاهلي كولر، الراجل مشي خلاص، السلام عليكم وعليكم السلام. مش فاهم برضه ليه الازمات والمشاكل والتعامل بالطريقه دي. الزمالك حجم القضايا والديون اللي عليه على المدى البعيد للاسف هتكون فاتورتها صعبه جدا جدا، والضريبه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. ونتمنى ان الامور تتحل بهدوء يا رب. ان شاء الله هنكون معاكم في لايفات كتيره وجديده الايام اللي جايه، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول. شكرا.